المنتجات الاستهلاكيه، خبز، رز، الاشياء هذه اللي انت اكيد دخلت سوبر ماركت بتشتريها، اتحداك تلقاها في بدايه السوبر ماركت، تلقاها في اخر شيء. ليش؟ ابيك تفر اكثر وبتاخذ هذا وهذا على الدزه يعني. وكل المنتجات على مستوى نظرك هي اغلى منتجات، ترى ركز في ذي. لما تشوف الرفوف اللي على مستوى نظرك هي اغلى شيء، طبعا بمتوسط الطول الطبيعي خلينا نتكلم. بارك الله. لأنه مش يقولون أساسا عشان تنزل راسك أو ترفع راسك تحتاج 4 ثواني، وبالغالب مالك خلقها، فبتقول هذا اللي في وجهي جيبوه. كل شيء غالي بتلقاه على مستوى نظرك. التخفيضات تحت، لو نزلت راسك أكثر ونبشت أكثر تلقى الأسعار. دائما تلقى الأمهات يصيدون اللعبة ذي، لعبتهم إنهم ينزلون، تنزل راسه وترفع راسه وتشوف هنا وفي علامة هنا وفي علامة هناك، كلها مناسبة لها فتعودت. زائد برا تدري انهم يحاولون يغيرون اماكن المنتجات اللي في الاسياب عشان ما تحفظ الرحله. ليش السوبر ماركت لها باب واحد؟ الباب اللي تدخل معه هو نفس اللي تطلع معه. ليش؟ عشان ترجع تمر في الاسياب من جديد وتشوف منتج شفته مره، شفته وانت رايح، شفته وانت راجع، خلنا ناخذه. هذه كلها للاسف انها مدروسه، مو بحطها وبس. ليش ريحة المخبز دائما عالية؟ شوف أنا بعطيك أشياء كثير. لا لأنك أنت تذكرني بمواقف كثيرة يعني. صدق تحس إنه الموضوع فيه لعب. إذا يعني مثلا إذا دخلت سوبر ماركت وأنت صايم وقبل الفطور بساعة ونص، والله يا كمية أكل بتاخذها معك وما تدري وش السالفة بالضبط. والله يا كمية حلويات وبطاطس ما تفكر فيها أبدا إلا بعد ما تفطر تقول أنا وشلون شريت شيء هذا، أنا وش جاب ذا عندي. نفس الفكرة، لو ركزت تلقى السلات الصغيرة قليل تشوفها قدامك، الغالب الكبيرة. لأنك إذا أخذت الكبيرة حتى وانت جاي وتقول بشتري 4 منتجات تقول خلنا نعبيها يا رجال، بتبدأ تعبيها لا شعوريا، وتكلم فعليا لا شيء، بتلقى نفسك خلنا أحط ذا، خلنا أحط ذا، والله عزام ودب ذا، والله تذكر قالوا لي عن ذا خلنا نجربه. تبدأ بتملى ذا العربية وبترجع. طيب عشان كذا يقولون لك إذا جيت تروح سوبر ماركت معك ورقة مكتوبة فيها كل الطلبات عشان ما تهج فيك لا يمين ولا يسار، مع انه بالغالب تاخذ شويتين زياده.